صباح الخير عليكم، مساء الخير عليكم. فين ما تكونوا وقت ما تكونوا. النهارده معانا فيلم شمعة تحترق، إنتاج سنة 46 1946، وده بإنتاج أمير عزيز ومحمود ذو الفقار. يلا مع بعض نشوف قصة العمل. يوسف وهبي، شاكر بيه، عزيزة أمير طلع في دور سميرة، صباح وكانت صغيرة جدا وقتها طلع في دور عنايات، سراج منير طلع في دور رفعت بيه، فردوس محمد طلع في دور أم عزيزة أمير اللي هي سميرة، أحمد علام في دور زوج الأم، سعيد خليل في دور حمادة، حورية أحمد وده ليها دور صغير جدا يعني لا يتعدى 3-4 مشاهد في آخر الفيلم خالص، لكن ملهاش أي أحداث في طول الفيلم. تأليف وإخراج الأستاذ يوسف وهبي. الفيلم بيبتدي إن سميرة واقفة في بلكونة السرايا بتاعتهم اللي على النيل مباشرة، أنا معرفش إزاي والله، بترمي نفسها في النيل. لكن طبعا المراكبية بينزلوا على طول بيشوفوها، هي كانت في عز الليل بس هم طبعا عشان رزقهم بيشتغل ليل ونهار شافوها ونطوا جابوها ودخلوها على السرايا. السرايا دي بقى كانت فيها أمها وجوز أمها، فجابوها وهي طبعا تقريبا مغمى عليها ما ماتتش. خدوها بسرعة على الأوضة، طلبوا لها دكاترة وبتاع، المهم فاقت ورجعت مع أمها، فأمها بتقولها إيه اللي خلاكي تعملي كده، هتفضحينا. المهم قالت لها إن في واحد اتغرغر بيها وأذاها، فقالت لها سامحيني وما تقوليش لحد. فطبعا الأم بقت في موقف صعب جدا، وجوز الأم عمال يضغط عليها، ها إيه اللي حصل، اوعي تكون حاجة اوعي تكون حاجة. قالت له لا أبدا، وحلفت له، قال لها لو عرفت هطلقك وهفضحها. عدت الأيام، طبعا هوب بنلاقي نفسنا على بلاج اسكندرية في الكباين القديمة دي اللي كانت دايما بتيجي في الأفلام لغاية السبعينات وبعد كده اختفت. بنلاقي مين بقى؟ يوسف وهبي اللي هو مين؟ طالع شاكر بيه، قاعد على الكرسي بتاع البلاج والناس كلها رايحة وجاية ومش عارف ايه، وهو بيدور على حد معين. فين بيسمع بنتين بيتكلموا، امال فين سميرة النهاردة؟ ابتدى هو يتصنت للكلام، فهو اتاري ان سميرة في الكابينة اللي جنبه ومستنيها تخرج لانه معجب بيها، وجايبين شاكر بيه والمحامي العام وقتها، فطبعا مركز كبير جدا وقوي وشرف يعني. وبنته اللي هي عنايات في الوقت ده كانت في اوروبا بتتعلم الموسيقى. مين بقى صاحبه برضو في مجال القضاء؟ رفعت بيه اللي هو سراج منير، وطالعينه صديقه الصدوق الانتيم بتاعه يعني، فعلى طول بيستشيره وبياخد رايه. فلما كلمه في موضوع سميره قال له طب لا ما نتقدم لها على طول، انت مستني ايه؟ ده انا عرفت انها بنت فلان وساكنه في الحته الفلانيه ومش عارف ايه. لفت الايام وراح فعلا اتقدم لها ووافقوا وقبلوا. اتعمل الفرح، خلص الفرح انفض. بقت الام مش عارفه تعمل ايه والبنت مش عارفه تعمل ايه. فرحت قالت لشاكر الحقيقه كلها وبكل صراحه، احتقرها وسابها طبعا وقالت له ارجوك ما تفضحنيش، هو طلع ابن حلال ربنا يستر عبيده. ما فضحهاش، بس طبعا فضلت عايشه معاه كواحده في البيت لكن بيعملها بكل احتقار. وفي نفس الوقت ده رجعت عنايات من اوروبا في نفس يوم الفرح تقريبا، وعملوا طبعا الست صباح اتحفتنا بكام اغنيه حلوين طول الفيلم لغايه. وطبعا كمان يا جماعه ايه، هنكتشف ان هي بتقول في نصهم كلمات انجليزي اساس لسه راجعه من اوروبا يعني، فهنعديها مش هنحسبها لها يعني. بتتوضد العلاقه بين عنايات وسميره وبتصارحها بحاجه، بتقول لها انا في ولد ابتديت احبه ويحبني وخلصنا منه على الجواز وخليه يجي يتقدم لبابا. مين الولد ده؟ قالت لها حماده. قالت لها ايه اسمه حماده؟ ساكن فين؟ عرفت ساكن فين وعرفت بيشتغل ايه. المهم فهمت ان هو ده اللي اتغرغر بيها قبل كده. خافت على البنت خالص، فهي ما بقتش عارفه تعمل ايه. حاولت تقنع عنايات ان ده انسان مش كويس ومش محترم، ابعدي عنه. فعنايات افتكرت ان سميره غيرانه منها، راحت لباباها قالت له هي غيرانه مني ليه، مش عايزين نرتبط بحماده. راح باباها قال لها هاتيه بكره نقرا الفاتحه على طول. بيغيظ سميره، فلا عنايات فاهمه ولا شاكر بيه فاهم، محدش فاهم وعارف غير سميره. المهم بيرسى الموضوع على ايه؟ ان سميره بتفكر انها تنهي الموضوع ده لانها اكتشفت ان عنايات ناويه تهرب وتتجوزه رغم انوفهم كلهم. راحت واخده مسدس وجريت بيه على حماده في البيت، ومع الاسف في الوقت ده ما كانش في حد تقدر تستشيره لان امها كانت ماتت، وطبعا جوز الام مش هينفع ومش هيشفع. راحت لحماده في البيت قالت له ابعد عن عنايات، انا بحذرك، انت ما تعرفش ابوها شغال ايه ويقدر يعمل فيك ايه لو انا قلت له. فبيقول لها مش هتقدري تعملي حاجه وامشي اطلعي بره. راحت بتطلع المسدس وبتخبطه رصاصه.
هو بيعمل نفسه ان الرصاصه دي جت فيه، وقال يعني واخد الحركه دي من فيلم اجنبي. المهم بتضربه بالمسدس، وخضتها من خوفها بتسيب المسدس وبتجري تهرب. المهم فبيقوم هو، وبنكتشف ان هو اصلا مخبي حوريه احمد دي عنده جوه، لان هي جت برضو قالت له الحقني انت غرغرت بيا وانا كده هضيع وماليش حد. فقال لها امشي اطلعي بره. فرحت هي لقت المسدس مسكته وخلصته خالص عليه، وفعلا مات حماده هنا وجريت. التهمه لزقت مين؟ سميره. جه البوليس قبض عليها، وطبعا مين اللي كان ضدها ومصدق ان ده حصل لانه هو فاكر ان هي رايحه لعشائها؟ شاكر بيه. لكن ده مش ممكن، لكن ايه اللي بتقوله، لكن ايه اللي بتعمله؟ وسميره تقول له ارحمني انا ما كنتش كده، انت مش عارفه انا كنت جايه له ليه. وعنايات مش مصدقه الموضوع وبتحاول تقنع باباها، بتقول له لا في حاجه غلط، هي حاولت تحذرني منه كتير. المهم ما بيقتنعش لغايه ما بتلف الايام، مش ايام كتيره قوي، بنلاقي ان حوريه احمد ضميرها صحي، واستخدمت واستحضرت روح ضمير أبلة حكمت، وراحت اعترفت على نفسها وحكت كل الموضوع. فبتطلع سميرة براءة، وبتدخل حورية أحمد السجن، وبمجرد دخولها هي أصلا كانت مريضة ولوحدها فبتموت. وبتخرج سميرة طبعا مكسوفة جدا، لكن مين بتلاقيه في استقبالها؟ عنايات وشاكر بيه ورفعت بيه، وعفى الله عما سلف. وبترجع المية لمجاريها، والدنيا بتمشي وبيرحبوا بيها وبيسامحها على كل اللي فات، وبتدي معاها صفحة جديدة لأنه فعلا كان لسه مازال بيحبها بس مش قادر يغفر لها. لما عملت كل ده مع بنته قدر يغفر لها والحياة تمشي. يا ريت يكون الفيلم عجبكم، واختصرت لكم حوالي ساعتين في الكام دقيقة دي. أنا برضو بحاول أوصل لكم قيمة الأفلام المصرية القديمة، وفعلا أنا مسميها أفلام عبقرية بس منسية. حاولوا في وقتكم الفاضي تشوفوا الأفلام دي، فعلا هتستمتعوا بقد إيه كمية التمثيل الحلو اللي فيها والرقي، ومصر زمان كانت قد إيه جميلة وما زالت جميلة. أنصحكم تشوفوه وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات. مستنياكم، واستنوا معايا المفاجأة للمرة الجاية. باي.